القلوب ترفض البديل حتى لو ظلت خالية إلى الأبد. وابو تريكة اعتقد واحد من سكنوا القلوب. التصويب على الهدف الاول. نعم عملها محمد ابراهيم، عملها الموهوب، عملها الزملكاوي المحبوب ليتقدم للزمالك 1-0. ينطلق ويخترق ويعدي ويمر ويفوت ويشوط، والمدرج الفاضي بالزمالك برضه مبسوط. 1-0 للزمالك. اتحدث عن ابو تريكة وقيمته وكفاءته، وبعض القلوب ترفض البديل حتى لو ظلت خالية الى الابد، ولكن هنا محمد ابراهيم بمهارة فردية خاصة وقدرات خاصة وثقة ليس لها حدود، يعدي ويمر ويفوت ويشوط، وكل جماهير الزمالك اكيد بتقول له شوط، لان كل جمهور الزمالك مبسوط. يعدي النجم الكبير، شوف الثقة اللي عنده، شوف الاوفرلاب اللي اتعمل من عبد الشافي، عطل لعيب، هو عدى ومر وفات وشاط ليتقدم الزمالك 1-0 على النادي الاهلي. يتزيل جدول المسابقة هناك في ايران. الضربة الركنية سريع، أرضية خطيرة، يا ولد! هدف التعادل ويستعيد الذكريات، يستعيد ذكريات حمدي جمعة في مرمى نادي الزمالك في السبعينات. نعم، هو العجوز النحل العجوز يصنع العسل أحيانا، ويا له من عسل، يا له من عسل، زي العسل أنا والعسل، بركات والعسل. النحل العجوز يصنع العسل أحيانا. تصويبة ولا أروع، فكر ولا أجمل، هدف ولا أروع. يتقدم النادي الأهلي بهدف التعادل، وكالعادة السيد بركات. مش ممكن تتساب كل هذه المساحة في هذا المكان بدون رقابة، لكن محمد بركات رجل كل المواقف وملتهم كل المساحات ومسجل كل الأهداف الصعبة، ينجح على مرتين في النهاية في العارضة وداخل المرمى. بص شوف بركات بيعمل ايه، هذا هو العجوز. إذن النحل العجوز يصنع العسل أحيانا.